تخيلي بعد ما تعبتي في السطور دي وتكتشفي ان الشغل طالع مايل من الجوانب او بيقصر منك سطر ورا سطر. احباط صح؟ بس فكي اللي عملتيه وهاتي ابرتك، لان في الفيديو ده هقولك على 5 اخطاء لو عرفتيهم شغلك من النهارده يطلع مظبوط زي كده ومش هيميل منك ابدا. يلا بينا. السبب الأول زيادة غرز في أماكن غلط. ساعات الحماس بياخدنا وبنزود غرزة في مكان مش مكانها، ده بيخلي القطعة تفرش منك وتكبر من غير ما تحسي. اتأكدي دايما انك ماشية على نفس عدد غرز السطر اللي فات. زي مثلا دلوقتي بتكوني شغالة وتروحي مثلا عاملة غرزة حشو في المكان ده كده، وبدل ما تكملي الغرزة اللي بعدها غرزة حشو بتعملي غرزة حشو في نفس المكان. انت كده بتزودي وانت مش حاسة، وبتكوني كده غلطانة، وبتقعدي بقى تشتغلي عادي بقى الغرز، وبعدين في الاخر تكتشفي الغلط فين. بيكون من انك انتي زودتي غرزة في نفس المكان، بتكوني عملتي تزايد. فالحل بعد كل سطر بتخلصيه بتروحي تعدي كل الغرز، او ممكن تعلمي بماركر في بداية الغرزة او في النهاية عشان ما تتلخبطيش. السبب التاني نسيان غرزة في نص السطر أو في آخره، ودي أشهر غلطة للمبتدئات. لو فوتي غرزة واحدة بس السطر هيقصر والشغل هيبدأ يميل لجوه. دايما عدي غرزك، خصوصا الغرزة الأخيرة اللي بتبقى مستخبية في قفلة السطر. يعني مثلا اهو انتي بتبقي شغالة وبعدين بتسكبي الغرزة دي او بتعدي غرزة وبتكملي الشغل عادي، ده كده انتي نسيتي غرزة في النص. بعدين تيجي عند اخر غرزة دي بقى بتكون مستخبية وصغيرة كده، فانتي بتبقي مش واخده بالك وبتنسيها وتروحي مكمله شغل عادي، ترتفعي وتعيشي حياتك وما بتاخديش بالك منها. فالصح انك انتي تخلي بالك من الغرزه الاخيره، لان هي دي بتبقى السبب الرئيسي في الشغل اللي بيبقى معوج او بيبقى متدرج. السبب الثالث عدم انتظام شدة الخيط. لو سطر شديتي فيه ايدك وسطر ريحتيها الشغل هيطلع مموج ومش مسطرة. حاولي تحافظي على نفس الشدة طول الوقت عشان الغرز تطلع قد بعضها. يعني مثلا انا هبتدي السطر ده كده وانا راخية ايدي، شايفين المكان الابرة الحلقة واسعة جدا، بعدين هدخل واسحب، وطبعا ايدي من الناحية التانية برضو مترخية او مريحاها يعني، وبسحب. شايفين الغرزة واسعة ازاي؟ هكرر تاني، هروح داخله كده طبعا بشتغل مرتاحه، وبعدين سحبه الخيط واشتغل واسحب من الحلقتين. انتي ممكن تعملي كده عادي بس تكملي بقية شغلك كده مرخيه ايدك. لكن اللي بيحصل بقى انك انتي بتضيقي، مثلا تيجي غرزه بقى التانية تضيقي مكان الحلقه وتشدي على ايدك قوي وتروحي شايفه مش عارفه اصلا تطلعي الابره. يعني شايفين الفرق هنا ازاي؟ هعمل كمان واحدة تانية علشان يبان الفرق اكتر، واروح كده شادة ايدي بقى وانا اصلا ببقى مرخية، يعني ممكن سطر مرخية وسطر بشد، ده اللي بيعمل الغلط. شايفين بقى؟ شايفين دي واسعة ازاي ودي ضيقة ازاي؟ فانتي امشي بنفس الشدة يا اما بنفس ارتياح ايدك. الصح بقى انك انتي تشتغلي وسط، لا مرخية ايدك ولا شدة ايدك. بصي حتى الابرة عارفة ادخل واطلع منها، وهنا لا مرخياه ولا شداه، بالراحة كده بسحب، وبصي عارفة اطلع من الحلقات اللي موجودة على الابرة بكل اريحية. شايفة اول غرزة اهي وبعدين الحلقة التانية، بس كده. وبكرر تاني بدخل في المكان اللي جنبه او الغرزة اللي جنبها واعمل حشو. السبب الرابع اللخبطة وقت تغيير الألوان. تغيير اللون محتاج تكنيك صح، لو ما دخلتيش اللون الجديد في آخر سحبة من الغرزة القديمة هيحصل دروب في الغرزة، وممكن تفقدي غرزة أو تزودي واحدة بالغلط. يعني مثلا انت هنا خلاص خلصتي باللون ده وعايزة بقى تعملي لون تاني، بتروحي عامل بقى سلسلة أو حاجة وبتقطعي الخيط، هتجيبي بقى اللون التاني وهتدخليه في الغرزة كده. طبعا دي الطريقة الغلط، هتدخليه في الغرزة كده اهو بتسحبيه وبتحاولي بقى تكوني عاملة سلسلة ولا حاجة، وبعدين تشتغلي حشو او الغرزة بتاعتك. بتدخلي كده عادي تمام، بتعملي غرزة الحشو، انا هنا بعمل حشو تمام، وبعدين بطلع من الحلقتين، بفضل مكملة كده لحد اخر السطر عشان عايزة اوريكم الفرق. طبعا هنا انا خلصت بتاع 3 غرز والفرق واضح، في فراغ كده والشغل مش متساوي. فانتي بتفك ده، وطريقة تغيير اللون الصحيحة بتكون كده، انتي خلاص الغرزة دي هتبقي عايزة اللون فيها يتغير، اخر حلقتين مش هتسحبي ده بقى، لا
هتسحبي الخيط الجديد اللي انت عايزاه وتروحي مطلعاه من الحلقتين، سواء بتشتغلي حشو او عمود. يعني انت اول في العمود بتطلعي من اول حلقتين، واخر حلقتين هي دي بقى اللي بتغيري فيها اللون. تمام. ونفس الكلام في النص عمود، التلات عواميد، التلات حلقات قصدي. وبتكملي بقى اللون عادي جدا الجديد. وهكمل لاخر السطر عشان اشوف الفرق. حتى شايفة، بصي الفرق، مفيش فرق خالص والشكل متساوي. السبب الخامس، عدم فهم سلاسل الارتفاع. سلاسل الارتفاع هي اللي بتحدد استقامة الجوانب. لو مش عارفة امتى تحسبيها غرزة وامتى تتجاهليها، الجوانب هتطلع منك زجزاج. علمي اول غرزة بماركر عشان ما تتوهيش. انتي مثلا بتكوني خلصتي نهاية السطر وعايزة ترتفعي بقى. لما نيجي نرتفع في الحشو بنرتفع السلسلة، المفروض السلاسل الارتفاع دي او سلسلة الارتفاع ما تجيش ناحيتها. انتي ممكن بتشتغلي فيها وانتي مش واخدة بالك او فاكرة ان ده الصح انك انتي تدخلي في اول غرزة تقابلك. احنا دلوقتي هنعمل الشكل الصح من الاول وجديد عشان شغلك يطلع مظبوط. الطريقة دي يعني انا مش بعملها كتير بس بحسها بتطلع الشغل مظبوط. فاحنا في الحشو لما بنعمل سلاسل بنرتفع سلسلة، وفي نص العمود بنرتفع سلسلتين، وفي العمود بلفة بنرتفع 3 سلاسل. انا هنا ارتفعت سلسلة وابتدي اعمل غرزة الحشو. غرزة حشو ان احنا ندخل في الغرزة، بيتبقى حلقتين وبنطلع منهم هما الاتنين. بكرر تاني، بدخل في الغرزة وبسحب الخيط وبطلع من الحلقتين، وبكمل لاخر السطر بالطريقة دي، وبخلي بالي من الغرزة الاخيرة دي. انا بقى المفروض ان انا ارتفع سلسلة واكمل شغلي، بس الطريقة دي ميزتها انك انتي ما بتعمليش سلاسل ارتفاع، انتي بس بتقلبي الشغل وبتخشي في اول سلسلة تقابلك، اهي دي، او اول غرزة بتقابلك، اول حرف في يعني بتخشي فيه في الغرزة كده، بتروحي داخلة وروحي سحبة الخيط وتروحي طالعة من اول حلقتين، بتخشي تاني وتكملي غرز الحشو بتاعتك، وبتكملي كده لحد الاخر. وبدل ما بترتفعي سلسلة او عدد من السلاسل بترتفعيش خالص. وطبعا باخد بالي اهو من اخر غرزة، شايفين صعبة ازاي؟ بتبقى صعب انها تتشاف. بدخل فيها، بحاول ادخل فيها، بتكون ضيقة، وبسحب وبطلع من الحلقتين وبقلب الشغل الناحية التانية من غير اي ارتفاع، وبكمل بقى شغلي كده لحد ما اخلص. طبعا بعد ما بتخلصي وترتفعي بالاسطر يكون ده الشكل في النهاية. شايفة الحواف متساوية ازاي؟ شكلها مرتب ومنظم. وبس كده، دي الاخطاء. طبعا في اخطاء كتيرة يعني، بس دول اهمها. فانتي لو طبقتي التريكات دول اوعدك انك مش هتشوفي شغل مايل تاني. ولو استفدتي من المعلومات دي ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة، وقوليلي في الكومنتات ايه اكتر مشكلة بتواجهك عشان نعملها الفيديو الجاي. باي باي.